متخيل إن أحمد السقا اللي بقى ملك الأكشن في السينما المصرية كان بيتدرب بنفسه على كل مشاهد الأكشن والمطاردات؟ وده غير إن عنده أرقام قياسية محدش قدر يكسرها وثروة تخليه من أغنى الفنانين في العالم العربي. في الحلقة دي هنعرف إزاي بقى الزعيم الجديد وأسرار محدش يعرفها عنه. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. أحمد السقا الراجل اللي خلى الأكشن يبقى ماركة مسجلة، ومن أول ظهور ليه الجمهور وقع في حبه، بس ورا الكاميرا السقا عنده حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفه بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن مشواره الفني وأخطر مشاهد الأكشن اللي نفذها وأغرب حاجة عملها عشان يبقى نمبر 1، وكمان ثروته اللي تخطت الملايين. أحمد السقا اتولد سنة 1973 في القاهرة لأب مخرج مسرحي معروف، كان بيحب التمثيل والأكشن من صغره ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. عمل أدوار صغيرة في مسلسلات زي النوى ومن الذي لا يحب فاطمة. في 1997 السقا قدم دوره الشهير في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدي، واللي كان نقطة تحول في مسيرته وحقق نجاح ضخم جدا. ومن هنا السقا بدأ مشواره في الأكشن وقدم أفلام زي مافيا، تيتو والجزيرة، وبدأ يحقق أرقام قياسية في شباك التذاكر. أحمد السقا حقق 24 مليون جنيه في فيلم مافيا، وده كان رقم ضخم جدا وقتها. أما بقى في فيلم الجزيرة سنة 2007 حقق 30 مليون جنيه، وده خلاه يبقى من أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية. السقا عنده 9 أفلام في قائمة أعلى إيرادات في تاريخ السينما، وده رقم محدش قدر يكسره لحد دلوقتي. في الدراما مسلسل خطوط حمراء سنة 2012 كان من أكتر المسلسلات مشاهدة وحقق نجاح كبير جدا في رمضان. السقا بيبقى دايما مصر إنه ينفذ كل مشاهد الأكشن بنفسه، ورفض إنه يستعين بدوبلير حتى في مشاهد القفز من الكباري والمطاردات الخطيرة. السقا عنده مزرعة خيول وبيحب الفروسية من صغره وبيشارك في بطولات الفروسية بشكل مستمر. السقا بيحب السباحة وركوب الدراجات، وكمان عنده هوس بالساعات الفاخرة وعنده ساعة باتيك فيليب ب$300,000. أحمد السقا عنده جوائز كتير، منها جايزة أفضل ممثل عن فيلم تيتو سنة 2004. كمان السقا قرر في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية واتمنح جايزة التميز عن مجمل أعماله. أما بقى في الدراما السقا خد جايزة أفضل ممثل في رمضان عن مسلسل ولد الغلابة سنة 2019، وده خلى الناس تسميه الزعيم الجديد. السقا بياخد 30 مليون جنيه في المسلسل الواحد، وده خلاه يبقى من أعلى الفنانين أجرا في مصر. ثروته الحقيقية بقت حوالي 200 مليون جنيه، وده بفضل أفلامه ومسلسلاته وكمان عقود الإعلانات مع شركات كبيرة. كمان السقا عنده مزرعة خيول قيمتها حوالي 10 مليون جنيه وبيحقق أرباح ضخمة من الفروسية. في فيلم تيتو السقا نفذ قفزة من كوبري بارتفاع 20 متر بدون دوبلير، وده خلى الجمهور يتجنن من المشهد. نهاية فيلم الجزيرة كانت صادمة للجمهور، والسقا أكد إنه كان مصر عليها عشان تكون مختلفة وغير متوقعة. السقا نفذ مشهد المطاردة في نفق على طريق السويس بنفسه، وده خلى المشهد يكون واقعي جدا ويعتبر من أعظم مشاهد الأكشن في السينما المصرية. دي كانت حكاية أحمد السقا، الراجل اللي خلى الأكشن يبقى ماركة مسجلة واللي أثبت إن النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل تاريخ في أي مجال. إيه أكتر فيلم أو مشهد بتحبوه ليه؟ شاركنا في التعليقات وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. أشوفكم الحلقة الجاية.